مرحبا احبائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مطبخ ام رزقار، اهلا وسهلا فيكم. حبيت اشارككم الوصفة اللي بدي اسويها سبانخ باللحمة، وحبيت اورجيكم طريقتي. وهلا بنشوف المقادير مع بعض. عندي 4 بواقات سبانخ، وعندي زيت نباتي، ملح، كزبرة، 7 بهارات، فلفل اسود، وعندي هون 6-7 حبات توم انا فرمتهم هيك بشكل دوائر، وعندي نص كيلو لحمة، وعندي توم مدقوق، ومعلقة كبيرة سمنة. طبعا مع السبانخ بدي اسوي رز بشعرية. وهي هي كل المقادير كتير سهلة وبسيطة. هلا بحط معلقة السمنة بقلب الطنجرة، بحط معاها شي قدر فنجان صغير زيت نباتي. انا ليش ما استخدمت زيت زيتون؟ مشان طعمة اللحمة ما تتغير، يعني معلقة السمنة هي سمنة حيوانية يعني كافية تعطي. وهلا بعد ما تقلت اللحمة على السوا راح احط عليها فلفل الاسود وال7 بهارات والملح، احركهم شوي. بعدين راح اضيف معلقة كبيرة توم مهروس، راح احط عليها معلقتين كبار كزبرة ناعمة. وهلا بعد ما تقلت الثوم والكزبرة راح اضيف فوقهم السبانخ. طبعا انا بحط نصهم بحركهم مع اللحمة وهيك، وبرجع بعدين بضيف النص التاني. وكمان ملاحظة، السبانخ يفضل بيكون كل ما كان الطنجرة وسيع والغاز يكون على درجة حرارة عالية. انا بحط الغاز على اعلى شي بعد ما بحط السبانخ. ليش؟ مشان ما تنزل كتير مي، مشان تنشف شوي وتعطي عصارة قليلة شوي للصوص تبعيتها. يعني حتى لو اذا نزلت مي تنزل شي بسيط. انا السبانخ بجيبها قبل بيوم، بغسلها كتير منيح وبفرمهم بعيفهم بالمصفاية لتاني يوم، بعدين بطبخها. لانه انا ما بحب اسلقها اول شغلة، تانية مشان ما تروح الفائدة منها، فبحب انه هي وهيك خضرة طازة اطبخها. حتى لو اذا طلعت منها شوي مي عادي، لانه بدنا ناكل جنبها رز. لانه وقت كانت صديقتي عندي فقالت لي ام رزقار انا بحبها كتير كتير ناشفة، قلتلها تمام، بدل ما تحطيها بقلب المية السخنة تحطيها بقلب الطنجرة كلياتها بعد ما غسلتيها كتير منيح. حطيها بقلب الطنجرة شي تدبل، خليها تبرد، ارجعي حطيها بالمصفى عصريها، وهيك اطبخيها احسن ما انه تحطيها بمي سخنة. وكمان طريقة ما انه بتاخد كتير وقت، مجرد بس يدبل وشغلة 5 دقايق 6-7 دقايق وبطفي الغاز. وبهذا الوقت راح لبين ما يستوي الطبخة راح اسوي رز بشعرية. وبهالأثناء انا حمصت الشعيرية وحطيت الرز معه عشان احمصهم مع بعضهم. وطبعا هون طبخ الرز ما بدها تعليم ولا اي شي، في هون كتير الون طرق
كل وحدة بتطبخ بطريقة، بس حبيت اسوي هالمرة احمص الرز والشعيرية هاي المرة هالطريقة جنب السبانخ. طبعا احبائي اذا ما في مرقة اللحمة في بدائل، معلقة ماجي مع شوية زنجبيل يعطي نكهة كتير طيبة. وهيك استوت الطبخة، والرز ما اخذ معي وقت كتير، مجرد 10 دقايق فقط. لهون بينتهي الفيديو تبعنا احبائي، لا تنسونا باللايك وبالسبسكرايب، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، وسلام.